عليكم. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. وفيديو اليوم راح تسوي لكم هاي روتين تنظيفها بغرفتها. واضح انها لسه نايمه مرام. انا صحيتها طبعا غصب عنها. اليوم كان لازم انظف غرفتي صراحه. انا صار لي فتره لازم انظف غرفتي. انا مش عارفه الشغف والشعور والطاقه، فقلت رح اصور لكم روتيني في تنظيف غرفتي، وهيك بكون مجبوره من النوم عشان اصور لها. يعني جرتني انا والتصوير كلنا عشان بس تشجع تنظف غرفتها اخي، وكمان عشان انزل لكم فيديو صراحه عشان اشتقتوا لنا اكيد. يلا. فانت جاهزه مرام؟ لا مش جاهزه. انا جاهزه. لا مش جاهزه، بس حنبلش. لازم نبلش. وهلا اول اشي قبل ما ابلش بالغرفه رح اخليكم تشوفوها. طبعا مرام حتصور لكم اياها، فخذوا نظره. طبعا هاي حاسه الغرفه انه كتير مكركبه ومش طبيعي. مش عارفه لا شوفي، هي مش قصه كركبه كتير، في كركبه بس يعني مقبوله، بس هي محتاجه تنظيف. فانا وهي اليوم نشرنا لكم فيديو جديد على قناتنا ب 360 فيوز. اذا لساتكم مش شايفينه الرابط تحت بصندوق الوصف. 1 2 3. اسهل واذكى كيكه شوكولاته بالعالم. مش حابه صراحه انه انت رح تعملي الكيكه. وراح نحطها عصرة ليمون. طبعا ما تكتلي. هيك انا وهي زودنا حليب ساخن عشان ما تكتول معنا. رح نجيب القالب. وهلا يلا نكمل هون. اول اشي زي ما حكيت لكم حبلش ارتب السرير. ففي هذا اللبس رح ابلش فيه. طويت الاشياء اللي بدها طوي وهلا بحطها بالخزانه. وهيك خلصنا السرير، وضايل ابلش يا بالمكتب يا بالتسريحه. بس رح ابلش بالتسريحه لانه المكتب حاسه اصلا مرتب، هو بس بده مسح وتنظيف. اول حاجه حبلش من هاد تبع ليفتنج الرموش، بس هيك سكرته ورح اخبيه بالدرج. رح ارتب هون الاشياء اللي بستخدمها بشكل متكرر، فتركاها على التسريحه ما بحطها بالدرج، بس هيك. في عندي هاي ما بعرف مرام بخليها عندي ليش. الخواتم رح اروح انزعها عندكم. لا حطيها بالدرج. اوكي ليش؟ المسحه المره 17 مليون. انا مش مستوعبه لحتى الان. انا بهذا الوقت بكون لساتني قاعده بعمل بالتسريحه. احكي لك ليش؟ ليش صراحه ما تزعلوا. مرام ولاك بيخلوا عندهم اي اشي حتى لو هم ما بيستخدموه، فبحاول لك اركب يا اخي. خلص انا خلص بخلي عندي الاشي اللي عن جد. افرض بيوم يلزمني. ما هي هاي الجمله موديانا في داهيه. ما راح يلزمك طالما له سنه ما لازمك، ما راح يلزمك للابد. تمام اقنعتيني. بعدك ما راح اخليه. يلا. وقع على الارض. هي بتعمل له عمليات تنظيفات خاصه. مش كل اشي بحب امسح بهاي الشرايط. الاشياء اللي بحسها انها فيها غبره صراحه زياده ببلش بفاين، بعدين بهاي الشرايط علشان الشريطه نفسها ما تتبهدل بسرعه. اهلا وسهلا. ما مسحنا السرير وانا بحكي شو في هون. انا في اشي ناقص. يلا تعالوا نمسح. والزوايا اللي بدها مسح يعني اللي بتحتاج. طبعا يعني الخزانة من يوم ما حطيتها هون، هذا أكبر حد بقدر أفتحه من الشباك. وهلا جبت ممسحة تانية أمسح فيها. وضايل عندي بس هاي الزاوية وبكون خلصت هاي المنطقة كلها. أول إشي رح أشيل هدول وأحطهم بمكانهم. أنا باخذ هذا الهدية. هم اصلا مشتعوني والله. طيب. بعرفش كيف اجوا عندي. هدول الك على فكره. صاروا إلي عشان هيك انا حاساهم الك. هدول البقع شايفينهم؟ هدول مجرد صبغه بنيه مش راضيه تروح. بتجرب عليها قبل ما تجرب. طلع بس راضيين يروحوا للابد. نحط هذا الضوء. طبعا خواتي لما يجوا ينظفوا بحضروا العده، انا بكون مكسله احضرها وبصير شوي شوي اجيبهم واحد ورا الثاني لما يلزموني. يلا. طبعا هاي الوصله اللي شابكه فيها الاشياء كلها تبعتي. هاد شاحن تلفوني بدي امسحه، صار له فتره مرمي على الاراضي زي هيك. بس هيك مسحه سريعه. وشوفوا وين بدي احطه. عن الشاحن حاليا بدعي دعاء. شوفوا لا عن جد شوفوا الشاحن. احسن مكان بحياتي للشاحن جنب راسي هيك.
بسحبه من هون وبشحن التليفون بعدين برجعه هون مكانه. نسيت اورجيكم هذا، ندمت بعد ما جبتها لانه لونها اخضر، كان لازم اجيبها زهري. هيك المكتب صار جاهز وضايل امسح الرف هاد. هلا الزاوية هاي صارت كلها جاهزة ونظفناها، ضايل اشي وحيد ما نظفناه قبل ما ننتقل على الكنيس وهيك، واللي هو هاي المراية. أنا على مبدأ اللي بطوله مسؤولة عنه، اللي بطولوش مش مسؤوليتي. أول مرة بحياتي بشوف حد بيمسح القماش بوايبس. والسلة مليانة فرح أديرها بهذا الكيس. هي صغيرة زيادة هاي السلة. أنا بنظلم. شوفوا أصغرها. هاي صارت تمام. مالك فقدتي الشغف فجأة بنص التنظيف. فجأة لقيتها واقفة هيك جايبة المكنسة واقفة بهاي الطريقة. بفكر وين أشبك المكنسة، ما ضل مثلث ولا مكان بالغرفة من كتر الإضاءات. وفيها برا وافتحي الباب. وهيك خلصت انظف غرفتي معاكم. صراحه استمتعت وحسيت حالي كاني هيك تنشطت اكثر لانكم معايا، وانتم كمان تنشطوا فيكم ترتبوا غرفتكم معي. وقبل ما ننهي الفيديو ما تنسوا تشوفوا الفيديو تبعنا ب 360 فيوز، الرابط بصندوق الوصف. وأنا كتير بحبكم. بس باي.